طيب إزاي ندخل على أداة VEO3؟ الأداة دي من أقوى الأدوات المجانية اللي هتعرف تعمل لك فيديوهات بالذكاء الاصطناعي. طيب أول حاجة إحنا لازم نشغل الVPN ده. طبعًا الVPN ده مجانا 100%. طبعًا دي extension تمام مش برنامج. فهتيجي هنا تدخل على الextension دي، طبعًا أنا هاسيبها لك في الdescription. طيب هاعمل هنا start connection ما أنت شايف كده، وبعدها هتنزل لتحت كده تعمل next. طيب هيقول لك هنا please VPN، هتعمل هنا continue وبعدها هنا هتختار continue مرة تانية. طيب بعدها هنا هيقول لك أنت عايز على دولة إيه، فأمريكا. بعدها هنا بيطلب من طيب هو هنا لما بيظهر عندك الشكل ده أعرف إن هو كده وصل معاك خلاص. تبدأ إن أنت تدخل على اللينك ده، طبعًا هاسيبه لك برضه. فزي ما أنت شايف كده هنا بيقول لك الحصول على عرض الطالب. يبقى أنت كده خلاص استلمت البرو بتاع VEO، وطبعًا بيبقى عندك كمان في المكتبة بتاعتك أكتر من 2 تيرا يظهر لك بالشكل اللي أنت شايفه قدامك ده. فهو هنا بيقول لك إن هو برو زي ما أنت شايف. فأنت طبعًا الموضوع بيحمّل بشكل أطول على حسب النت عندك. طيب زي ما أنت شايف كده بيقول لك مرحبًا، وبعدها بيقول لك فيديو VEO3، يعني هو كده شغال معاك 100%، مش هيقول لك ادفع ولا يقول لك أي حاجة. وزي ما أنت شايف برضه عندك مكتوب برو. في ChatGPT أنا عملت prompt على أعلى مستوى، الprompt ده هينفع معاك بشكل 100%. هتبدأ إن أنت تاخده، طبعًا هاسيبه لك في الdescription علشان خاطر ما تتعبش نفسك وتبدأ إن أنت لسه هتعمل prompt تمام؟ طيب بعد ما ناخد الprompt بالمنظر ده، هنيجي هنا نضيفه هنا كده، وطبعًا أنت ممكن تغيّر بعض الكلام هنا ما فيش أي مشكلة تمام. وطبعًا هنا عندك الprompt اللي أنا كاتب فيه الكلام اللي أنا عايزه اللي هو spoken script، اللي هو الكلام ده كله. بعدها أنا بابدأ أشيله هنا مثلًا، وبعدها باكتب اللي أنا عايزه. ولنفترض إن أنا هاكتب مثلًا هنا. طيب بعد ما أنا كتبت الكلمة اللي أنا عايزها، طبعًا أنا زي ما قُلت لك ممكن تخش على ChatGPT وتغيّر الكلام ده، تقول له أنت عايز أي حاجة أنت عايزها فاهم؟ يعني أيًا كانت، مش شرط الكلام اللي أنا كاتبه ده، لأ ده أنا باقول لك ده الprompt اللي أنت هتشتغل عليه تمام؟ طيب بعدها هنيجي هنا نعمل submit أو إرسال، وبعدها هنا بيقول لك انتظر من 3 دقايق ل5 دقايق، يعني ما بيكمّلش كتير. خلّينا كده ننتظر لحد ما يبدأ إن هو يعمل لنا الفيديو بتاعنا. طيب هو بيتكلم هنا دلوقتي باللغة الإنجليزية. طيب هو دلوقتي بيتكلم بالإنجليزي. طيب ليه؟ لإن أنا ما عملتش الشرطين اللي أنا قُلت لك عليهم دول. طب هنعملها إزاي؟ خلّينا هنا نشيل الprompt ده بشكل كامل، وهنيجي هنا نعمل shift وبعدها على علامة كده، بس أنت لازم تكون عاملها باللغة العربية تمام؟ بعدها تكتب اللي أنت عايزه بقى. بعد ما كتبنا الكلام اللي إحنا عايزينه، هنيجي هنا نعمل submit بالمنظر ده كده، ونسيبه لحد ما هو يعمل لنا الفيديو. طبعًا زي ما قُلت لك ما بياخدش مننا أكتر من 5 دقايق. طيب خلّينا كده نشوف هو عمل إيه. 2 اشترك في كورس الملوك يا ولدي وبلاش تضيع وقت. طيب هو لحد دلوقتي كويس جدًا، جدًا، جدًا. طيب إزاي تخلّي بقى النطق بتاعه كويس أوي لدرجة فوق ما تتخيّل؟ لازم إن أنت تعرف تكتب الكلام يكون بطريقة معيّنة، زي مثلًا أنت بتكتب ببلاش، أو خلّينا كده نرجع نشوف كده الكلام ده من أول وجديد تاني. 2 اشترك في كورس الملوك يا طيب اشترك، لازم تكتب اشترك. طب إزاي؟ إن أنت لازم تحط التجويد بتاعك صح علشان خاطر تطلّع الكلام صح. طيب خلّيني أورّيك برضه حالًا دلوقتي فيديو كده، والفيديو ده هو اللي هيقول لك وهيورّيك كل حاجة، وأهم حاجة التجويد ده علشان خاطر يطلّع لك الكلام بشكل صحيح. ويا ريت برضه تعمل subscribe علشان إحنا هننزّل لسه برضه حاجات كتيرة أوي عن الAI طبعًا. كلها بتقول ذكاء اصطناعي، امال مين اللي انسان؟